تخيل إنك تكون معندكش قوة خارقة وبتتمنى إنك تحمي أختك لأن مامتك وباباك ميتين، وفي يوم بتكسب مهارة بتخليك لما بتسلم على حد بتنسخ قدرته، ومن اليوم ده بتقرر إنك تكون ملك القدرات. ودي بقى حكاية تيان ملك القدرات. بتبدأ حكايتنا بنشوف وحش في المدينة وبيكون شخص واقف وبيتجه للوحش والكل بيجري، ومرة واحدة بيصرخ وبيكون بيتألم وبيصحى تيان من النوم وبيكون ده حلم، وبيقول إن من 100 سنة كان في غزو فضائي وأدى إلى ظهور الوحوش الفضائية إيقاظ القوة الخارقة لبعض من البشر، والقوة دي مدمرة. وبتخبط أخته بيشوف قوته على الجهاز وبيقول للجهاز إنه معندهوش قوة خارقة، وبيقول إنه إزاي هيحمي أخته. وبتدخل أخته بتسأله عن اللي طلعله وبيكذب زي كل مرة وبيقول لها الموهبة الممتازة، وبتفرح وبيقول إنه هيبقى أكيد في يوم من الأيام محارب قوي. وبتمشي أخته وبيشوف في لوحة البيانات إن قوة أخته نادرة، وبتمسك إيده وبتقول له يلا نروح ناكل، وبتقول له اللوحة إنه يقدر ينسخ قدرتها وبيقول إنه يقدر ينسخ أي مهارة، وبيكون مصدوم وبيقول إن نسخ المهارة دي قدرة قوية ولكن مش هينفع يستخدم أخته علشان يجرب، وبيرفض طبعا وبيقول إن أبوه وأمه ميتين. وبعد كده بينزل للشارع وبيدور على أي حد يكون عنده مهارات قوية، ولكن بيلاقي إن كل دول عندهم قدرات أي كلام، وبيقول إن يقدر يقدم على أي أكاديمية، وبيروح الأكاديمية ل5 وبيروح للمعلم بتاعهم وبيدربهم، وبيكون التدريب صعب خالص وبيقع واحد من صعوبة التدريب، وبيقول إن التكثيف أثناء الإعصار وإن في أمل إنه يبقى محارب. وبيقول تيان إزاي حصل كده، التدريب مش مكثف ولا حاجة وإن ده علشان قوته قليلة. وبيقول المعلم إنهم أسوأ طلاب دربهم وإنهم مفروض يتعلموا من تشينج دوينج، وبيقول تيان هي دي الفرصة. وبعد كده بيبقى تيان بيمشي مع صاحبه وبيسأله عن تشينج وبيقول له إنه تلميذ المعلم وبقى محارب في نص الشهر، وبيوريله التوقيع بتاعه. وبيوصل تشينج وبيروح لتيان وبيقول عادي تسلم عليا وبيسلم عليه، وبيكون نسخ القوة بنجاح. وبعد مرور أيام بيكون نسخ شوية مهارات قوية، وبتقوله لوحة البيانات إنه ممكن يدمج كل المهارات، وبيوافق وبيدمجها وبيحس بوجع في قلبه، وبيقول إن دمج المهارات مؤلم جدا، وبيعرف إنه يقدر ينسخ المهارات بعد 30 يوم، وبيقول إنه عايز يكون ملك المهارات. وبعد كده بيكون ماشي في الشارع وفجأة بيظهر ذئب من وراه وبيقتل الأب وبيهرب الناس، وتيان بيجري بسرعة وبينقذ البنت، ومرة واحدة بينط راجل من السماء وبيقاتل الذئب، وبيقول لتيان أنت احمي البنت وأنا هتعامل مع الذئب. وفي النهاية بيقدر يقتله ولكن بيرجع تاني وبيكون بقوة أكبر، والذئب بيهرب والبنت بتضربه بالسهم وبيفتكوه مات، وبيرجع تاني وبيكلم الراجل تيان وبيقول له اهرب انت والبنت، وبيقول تيان إن هي دي فرصته وبيجري عليه وبيضربه وبينسخ مهارته بنجاح وبيقعد يضرب فيه وبيموت، وبيقول إن تم نسخ مهارة الوحش الشرس. وبيقول الراجل لما تبقى محارب تعالى لفريقنا، وبيقول له ماشي. وبعد كده بيكون قاعد وبيقول إن لو عايز يحمي اللي بيحبهم لازم يبقى أقوى وإنه يقاتل لحد لما يموت، وبيدمج كل المهارات وبيبقى بيتوجع وأعصاب إيده وجعاه قوي، وبيقول إن ده مؤلم جدا، وبيكون كل جسمه بيتطور وعظام رجله بتتكسر، وبيقول ان ممكن يكون فشل. وتاني يوم بيصحى من النوم وبيكون اتطور وبقى قوي جدا، وبيشوف رجله وبيقول ان جسمه بقى خفيف جدا، وبتقول له لوحة المعلومات على المهارات الجديدة، وبيقول ان تم نسخ المهارة بنجاح، وبيجرب مهاراته الجديدة وبيكون سريع جدا زي الذئب لدرجة انه يقدر يمسك ورقة الشجر قبل ما تقع على الارض. وبعد كده بيقابل صاحبه وبيقول له انت محارب، فبيقول له ايوه، فبيقول له لو عايز تزيد من قدرتك بسرعه يبقى لازم تشرب من دماء الوحش، وبيقول له ان تحسن احسن منه لانه شرب من ماء الوحش، وبينصدم لان دم الوحش ليها تاثير كبير، وبيقول ان اكيد دم الوحش اللي قتله ده يعتبر كنز. وبيقول له صاحبه ان ليه طريقه علشان يحصل على دماء الوحش، وبيقول له ازاي، فبيقول له ان القاده والاداره العليا فتحت منطقه بريه خارج المدينه وهي معموله علشان الاكاديميات ال5 علشان التجارب، وان جائزه التجارب دماء الوحش، وبيقول انه هيروح، فبيقول له انه ينضم لفريقه، فبيقول له انه اسف وانه هيساعده المره الجايه، وبيمشي. وتاني يوم بيروح علشان يسجل، فبيضحك وبيرمي الورقة في وشه وبيكون مكتوب على الورقة عقد حياة أو موت، وده معناه إنهم ملهمش دعوة لو حصل له أي حاجة، وبيقول له لو عايز تشارك لازم توافق على العقد، وبيوقع. وتاني يوم في مكان التجربة بيكون الكل مجتمع وبيبص واحد على تيان وبيقول في ناس من الأكاديمية ال5 هي دي مدرسة الزبالة إنها تتجرأ على المشاركة في الاختبار ده، وبيقول للحارس بتاعه إنهم كلهم ما كانوا أكتر ضعف ده كان أفضل ليهم، وبيقول للتاني إن ممكن يتم اصطيادهم من حد قوي، وبيدخل واحد تاني وبيقول إنه هيقتله، وبيتحدوا الاتنين بعض، وبيسأل تيان عليه، فبيقول له صاحبه إنه اسمه لي يوان تشينج
أقوى سياف في الأكاديمية التانية، ولكن اتهزم مرة من مو شعوبي. وبيستغل تيان الفرصة وبيقول إنه مشجع ليه وبيسلم عليه، وبيتم نسخ المهارة بنجاح. وبيبدأ الاختبار وبتتفتح البوابات وكله بيدخل، ويوان تشينج بيودع تيان وبيدخل، وتيان بسرعة البرق الجبارة بيتحرك وبيجرب قوة يوان تشينج وبيقدر يقطع بالسيف فوق الشجر اللي صعب حد يقطعه، وكمان الأشجار، وكله ده بس لما بيمسك السيف حرفيا قوة جبارة. وبيقتل وحش كبير، وبعد كده بنشوف صاحبه وهو متحاصر من شوية وحوش، وبيشوف تيان وبيقول هو ده اللي أنا عايزه، وبيستخدم مهارة السحر وبيقتله وبيقول له اديلي كل النقاط. وبيروح للذئب التانيين بمهارة الذئب اللي عنده واللي بتخليه عنده مخالب قوية جدا وسرعة جبارة، وبيستخدم مهارة السيف اللي اكتسبها وبيقتل الأربع ذئاب، وبينتظم صاحبه منه ومن قوته وبيديله صاحبه كل النقاط، وبيقول له إنه مش مهتم وإنه تخلى عنها وإنه سعيد إنه عاش، وإنه أصحابه أصيبوا بجروح خطيرة وإنه هيطلعهم وإنه خايف على نفسه. ولسه كان هيمشي قاله إن في وحش في المنطقة مزيف في أعماق الغابة، وإنه سمع ناس من أكاديمية فيرست إن في وحش قوي، وبيتقال إنه وصل لمستوى الوحوش الإقليمية الزائفة بتصل قيمتها إلى 500 نقطة. وبيفرح تيان وبيقول له قولي عليها، وبيشاور له عليها، وبينطلق لأقصى سرعة ليها، وبيوصل بيلاقي طلاب كتير ميتين على الأرض، وبيسمع صوت انفجار كبير وبينطلق بسرعة كبيرة، وبنشوف مو شعوبي بيقاتل الوحش وفي الآخر بيقتله وبيحصل على 500 نقطة. ومرة واحدة بيرجع الوحش تاني وبيكتشف إنه وحش حقيقي مش مزيف ب1000 نقطة، وبيهرب وبيجوا وراه وبيتحرك تيان عليه بأقصى سرعة وبيوصل، وبيكون محدش لسه جه وبيهجم عليه ولكن بيصد ضربته وبيضربه، وبيكتشف إنه يقدر يشوفه مع سرعته الكبيرة، وبيستخدم السهم وبيضربه في عينه، وبيستخدم السيف وبيقسمه نصين وبياخد عين الوحش النادرة اللي تساوي 1000 نقطة، وكمان بياخد شوية من دمه في الإزازة بتاعته وبيمشي. وبيجي مو وبيقول من اللي جرى إن ياخد 1000 نقطة مني. وبعد كده بنشوف تيان وهو بيشرب دم الوحش، وبيروح ليوان تشينج وبيكون جمع 195 نقطة، وبيقول الطلاب إنه جامد، وبيجي مو بيستهزأ بيه وبيقول 195 بس، وبيفتح الشنطة وبتقول له البنت بتاعة تحديد النقاط إنه جمع 427، وبينصدم الكل. وبيدخل تيان في الوقت ده وبيقول له اسكت يا حبيبي، وبيوري لها العين، وبيكون جمع 1163 نقطة وفاز بالمركز الأول. وبيفرح كله، بيقول له مو إنه اللص جه، وبيقول مو مين هو الأقوى، وبيقول تيان إنها مسابقة علشان يتعرفوا، وإنه طالما هو فاضي فهو هيمشي معاه، وبيقول له مو إنه مثير للاهتمام. بنكمل باقي الحكاية، وتيان بيرجع للبيت وأخته بتحضنه بتقول له أنت كنت فين، وبتدور على أي حاجة علشان تعرف هو فين، وبيقول لها إنه بخير وإنه جاب ليها هدايا، وبتفرح وبتشوف الهدايا، وبتكون بعض من دماء الوحش اللي كسبها وفلوس، وكمان بيقول لها إنه اشترى كتاب الكنز، وبتستغرب وبتقول له كتاب كنز إيه، وكمان بتقول له إنها عايزة تقراه، وبيفتح الكتاب وبيستغرب وبيقول إن في الكتاب ده كل حاجة، وبيكون مكتوب في الكتاب إنه لو عايز معلومات زيادة يرجع لإدخال حجر عنصر الأرض اللي ليها تأثير في تحسين قوته بشكل كبير من غير ما يحتاج إلى مهارة الزراعة المتقدمة اللي بتخليه أقوى. وبيفتكر الوحش اللي قتله، وإنه بيحتاج إنه يعتمد على السائل اللي في القلب، وإنه قرب إنه يوصل إلى مستوى الوحش، وإنه ما كانش متوقع كده إن الحاجات العشوائية ليها تأثير سيء. ولسه ما كملش أخته بتقطع كلامه وبتقول إن الإزازة دي ممكن تحسن قوتها وإن المفروض يكون مفيد جدا، وبيقول ما تعمليش كده، إحنا مش هنحتاجه من النهاردة، أنا عايز أخليكي أقوى. وبتبقى خايفة وبتقول له إن قوتها لسه ما استيقظتش، وبيقول بينه وبين نفسه إن أخته هي الموهبة التانية، وإنها لو شربت من سوائل قلب الوحش فهي هتتحسن أكيد، ولكن هو ما يعرفش قد إيه يمكن يتحسن. وبتقطع كلامه مرة تانية وبتقول له بالمناسبة يا أخويا ممكن أبيع اللي اديتهولي، وأكيد حاجة بالقوة دي هتكلف فلوس كتير. وبيقول لها إن الكاتب قال إن المكان اللي بيتم فيه بيع السوائل هناك الحجارة عنصر الأرض أكتر قوة، ولكن دمر المكان ده. وفي الوقت ده يسأل المشترين إزاي جابها وهو مش هيعرف يرد، وإن في النهاية مش هيؤدي إلى الموت. وبتقول لي ليه دمرته، وبيفتح بقها وبيقول لها هتشربي يعني هتشربي، وأخيرا بتشرب وبيسألها عن طعمها وبتكون حاسة إنه دافئ. وبيقول تيان هو إيه اللي حصل، وبتقول له إنها عايزة تنام وإنها تعمل له أكل لما تصحى، وبيقول لها من جواه إن إزاي ما حصلش حاجة وإنه يستنى شوية، وبعد ساعات بيكون بينقل قوة، وبيقول إن في تشويش في القوة، وبيقول إن ممكن موهبة الزراعة المتوسطة تبقى المستوى التاني. وبيمسك إزازة دماء الوحش وبيكمل وبيقول إن ليها دعوة بقوة الجليد النادرة
وبيقول يا أختي لازم أخليكي من أقوى المقاتلين، وبيمسك الإزازة وبيقول إن مو شعوبي انطلق وإنه مش هينفع يخسر، وبيشرب الإزازة وكمان بياكل جزء كان واخده من الوحش وبيشوف قوته، وبيقول إنه ما يعرفش إن دماء الوحش بيخليه يزيد من مستواه كم مرة، وبيجرب طريقة التمرين وبينصدم من النتيجة وإنها 8 أضعاف في زيادة التمرين، وبيقول إن التأثير المساعد لدم الوحش النهائي مخيف جدا، وإن لو كان عدد يكفي من الدم يمكن يبقى شاوي في غضون شهر، وشاوي دي معناها إنه هيبقى محارب قوي جدا في فترة زمنية قصيرة، ولكن لحظه السيء اتبقت إزازتين بس، وبعد كده بيكون في الغابة وبيتدرب وبيجي صاحبه عليه وبيقول له إن مو شعوبي إنه عازل نفسه عن العالم الخارجي لمهاجمة عالم الدفاع عن النفس، وإنه قال له إنه مش هيعمل لك حاجة، لازم يبقى فنان عسكري الأول، وبيقول له تيان إنه ممكن يبقى جاي علشان يتحداه، وبيكمل كلامه وبيقول إنه بيطور من نفسه ولكن هو بيطور من مستواه برضه، وإنه مش خايف منه، وبيقول من جواه إنه ما عندهوش غير مستوى دم منخفض اللي خده من الوحش اللي في الاختبار هو اللي فاضل، ودم القلب بس، وإن لما بيتم استخدام كل الحاجات دي فمن الممكن إنه يقدر يكون أقوى مني، وبرغم من المسافة بيني وبينه أنا متفوق عليه بخطوة، ولكن في النهاية مستحيل إنه يلاقي في نقطة ضعف مني، ولكن مع كده لو قارن مع موهبة السرعة بتاعته فأكيد أقدر أقاتل ضده. وبيروح للقصر وبيفجر واحد الباب وبيطلع الشخص الغريب ده هو مو شعوبي، وبيكون راجل بيمشي وبيقول إن مو شعوبي يتقدم في مستواه بنجاح وإنه ابنه، وبيهنيه وبيقول له ما تقلقش عليا، وبيمشي أبوه، وأول ما بيمشي بيقول مو للخادم بتاعه أنت واجهت كل حاجة اللي قلتها لك، فبيقول له وإنه عارف كل حاجة عن تيان، وإنه ما عندهوش أب ولا أم ومحدش بيحتاجه، واللي يقدر يتنمر عليه بالطريقة اللي هو عايزها، وبيقول مو إن عنده قوة كبيرة وإن في الحلقة دي ليه واحد يقتله، وبيتفاجئ الحارس وبيقول له القاعدة مش زي اللي بيحصل في الاختبار، وإنه لو قتل ناس عشوائية حتى لو عائلته قوية فبرضه هتظهر بعض المشاكل، وإن الأمر بيتطلب 1,000,000 واحد كحد أقل علشان يوظفوا قاتل للظل. هل يستحق اللي أنت هتعمله بالنسبة لشاب فقير؟ فبيقول له إن في قاعدة للنهاية الكبيرة، عشرات العائلات بتكبر والباقي مستبعد، وده لأن كل ما بيبقى واحد من الفقراء قوي بنقتله على طول. فبيقول له الحارس معنى كلامك ده إن الأكاديمية الخامسة ملهاش دعوة بالتدريب القوي بل الهدف منها، وبيكمل مو كلامه وبيقول له إطعام الضعيف والأقوى هو ده قانون العالم. وبعد كده بنشوف تيان راجع للبيت ومرة واحدة بيهجم عليه واحد كان جايبه مو، وهو ده اللي كان بيتكلم عليه لما قال إن قتل الذل اللي بيحتاجه 1,000,000 شخص علشان يقدروا يقتلوه، وبيصد ضربته وبيقول للقاتل اللي بعته مو أنت الشخص اللي هنهي حياتك. وبيقول تيان إن مو أصبح محارب قوي وممكن يقاتلني مباشرة وجها لوجه، وبيهجم عليه بسرعة الظل وبيصد تيان ضربته وبيختفي فجأة، وبيقول تيان إن ممكن قوة الظل بتخلي جسمه يختفي بشكل كامل، ومرة واحدة بيظهر من وراه وبيتحرك تيان بسرعة الذئب وبيتفادى الضربة، وبيقول القاتل اللي بعد مو إزاي فنان عسكري صغير في VN بالسرعة دي، وبيقول له تيان إن دلوقتي جه دوره وبيقرب منه ولكن بيضحك وبيختفي مرة واحدة، وبيقول تيان إن دي خطوة صعبة للشخص العادي ولكن بالنسبة له حاجة سهلة، وبيضربه بالسيف وبيقدر يصيبه، وبيقول له قاتل الظل إنه إزاي بيشوفه وإن حتى بالنسبة للمحاربين الأقوياء ما يقدروش إنهم يشوفوه، وبيروح له تيان وبيقول له أنت عايز تعرف إزاي؟ لازم تقول الأول مين اللي بعتك ليا، وبيمسك قاتل الظل السيف وبيقول له إنه هيقول له بعد كده، وبيتفادى تيان ضربته وبينط من فوقيه وبينزل على الأرض وبينطلق عليه بأقوى سرعة وبيصيبه في قلبه، وبيسأله تاني مين اللي بعتك ليا، وبيقول له قاتل الظل إن الوحيد اللي شافه أقوى محارب، وبيكون في لحظاته الأخيرة وبيموت، وبيلمسه تيان وبيحس بقوته الجبارة وبيكون نسخ مهارات الظل بنجاح والمهارات القوية اللي عنده، وبيقف وبيقول إن في العالم ده عايز يكون العاصفة، وبعد كده بيرجع للبيت وبيمسك الكتاب وبيكون بيتعلم وبيفتكر أخته وإنه ممكن يتم قتلها، وبيروح لها وبيطلع إن اللي بيفكر فيه غلط لأنها ما حصلهاش أي حاجة، ولكن في الحقيقة إن كان في راجل في العربية وبيقول إزاي إنه ما ماتش، وبيروح لمو وبيكون بيعذب واحد وبيقتل مو، وبيسأل مو الخادم على حاجة ولكن بيكون ما بيعرفش، وبيضربه ضربة قوية جدا وبيقع على الأرض وبيقول له إن ده عقاب العمل السيء، ومرة واحدة بيظهر تيان وبيقتله وبينصدم الكل، وبيقولوا إن مو مات، وبيقول للحارس وهو مصدوم إن دي موهبة الظل الخفي، وبيظهر تيان من العدم وبيكون بيضحك وبيقول للحارس إنه شافه ولكن كان مجرد شاب عديم القوة، إزاي يقدر يقتل مو بسيف واحد، وبيقتله تيان وبيمشي وبيجي أبو مو وبيقول مين قتل ابني، وبيجي ملك عيلة مو وبيقول له إن ابنه مات وبيكون زعلان على إن ابنه مات وبيقول له إنه عارف
وإن كان أمن الجيل الجديد من عائلة مو، وإن لو ظهر محارب قوي تاني في قوة مو في قاعدة لينهاي فأكيد هيوصل لمستوى كبير في وقت قصير. وبيمسك القماشة اللي مات بيها وبيقول إن دي العشائر اللي بتكرهنا هما اللي عملوا كده، وبيقول اسم واحد إحنا منعرفوش. وبعد كده بنشوف تيان وهو في الصحراء وبيكون قدامه وحش وبيجري عليه، وتيان بينطلق ليه وبينط من فوقيه وبيستدعي السيف وبيضربه، ولكن بيكون في حاجز دفاع. وبيقول تيان إن القوة الدفاعية دي قوية جدا، وبيتحرك للوحش وبيقول إن عنده قوة دفاعية هو هياخدها، وبيجري الوحش عليه وبيجي تيان عليه بسرعة، وبيقول لو حتى الوحش الدفاع بتاعه قوي لازم يكون المكان الأضعف هو العينين، وبيضربوا فيها ولكن ما بينفعش حاجة، وبيقول إنها غير قابلة إنه يأذيها. وبيضرب الدفاع بأقوى قوة وبتتكسر، وبيضرب الوحش بإيده وبيخبط في الصخرة وبيقول إنه قوي، وبيلاقي طريقة يقدر يهزم فيها الوحش وهي بقوة الظل، وبيكتشف إنه نقطة ضعفه ذيله وبيهجم عليه، وفعلا بيكون صح وبيقدر يقتله، وبياخده في شنطة وبيروح للكهف، وبيكون طلع من الوحش دم وقرون بتاعته وجزء منه، وبيشرب الدم وبياكل جزء منه وبيزيد مستواه، وبيكون اتطور وعينه بتنور نور أزرق وبيصرخ بيسمعوا بنتين وبيكونوا لابسين لبس غريب، وبيروح لتيان وبيكون حاسس بقوته الجديدة. وبعد كده بيكون ماشي في السوق وبيكون البنتين ماشيين جنبه، ومرة واحدة بيبص لها وبيقول لها أختي. وبنكمل بقى الحكاية وتيان بيقول لها أختي وبيبص لها، والبنت الغريبة بتقول هو بيكلمني أنا، وبيقول تيان من جواه لا أكيد دي مش أختي، مستحيل أختي تكون في المكان ده، وبيبص لها بعينه وبينصدم من اللي شافه. مستحيل، دي عندها قوة جبارة من حيث كل حاجة، قوة السيف متوسطة المستوى. وبتقول له صاحبتها أنت مين دي اللي بتناديها بأختك؟ أنت فعلا شجاع بالنسبة لشخص جامع للزبالة. فبيرد وبيقول لها جامع للزبالة؟ مين انت بتقولي ايه؟ أنا فاكر إني استحميت قبل ما أجي. وبتقول لها البنت الغريبة بتطلع على الكلام في الحاجات اللي مش حقيقية. فبترد شيا وبتقول لها ما كنتش قصدي، سبت لساني حبتين، وبتهمس لها وبتقول لها قولي له اقعد ثم اعمليه كده. فبتعتذر له وبتمشي البنت الغريبة، وبتقول له شياو انها رايحة الجناح القتالي، ايه رايك تيجي انت كمان معانا؟ والصدفة ان البنت الغريبة هي قائدة الجناح القتالي. وبتقول له شياو انا غلطت في حقك دقيقتين، وعشان كده عايز ارد اللي قلته ليك، وده كعربون لاعتذاري. وبينصدم تيان من اللي قالته وبيقول لها تضاعفي السعر؟ فبتقول له ايوه زي ما انت سمعت. وبعد كده بيروح لمحل وبيقول واو جميع المعدات اللي هنا ليها ثمن كبير، المحل ده فعلا يستحق سمعة كونه اكبر المحلات في السوق السوداء. وبعد كده بيكون قاعد وبتحسب البنت كل اللي معاه، وبتقول جلد وقرون الوحش 2 4 6 7. لديك هنا معدات ما تساوي 200,000 تقريبا، وفي حال لو ضعفنا السعر فهيكون الإجمالي 400,000 قطعة ذهبية. وعلى ناحية تانية تيان بيكون ميت من فرحة، وبيقول الحصول على مبلغ زي ده كان حاجة سهلة جدا، وبتديله 4 شيكات كل شيك يحتوي على 100,000 وبياخدها. وكمان كاعتذار من قائدتي ليه 50% خصم على أي حاجة تشتريها في حال لو ذهبت للتسوق. وبيفرح تيان وبيبص للكتاب وبينصدم من الأسعار، درع تنين 300,000 ورمح الناب 150,000. وبيقول إن هيشتري الحاجات دي الأول وبتجيبها له، وبتقوله إن المبلغ الكلي كبير بعد ما خصمه 50%، ولكن ممكن ياخد قرض 70,000 لو عايز. وبيقول لها إنه مش محتاج، وبيديلها بطاقة فيها 1,000,000. وبيقول من جواه إن من حظه إن الرصيد هيتاخد من رصيد المختال اللي قتله وهو قاتل الظل. وبيشتريها وبيمشي وبيقول ولكن انا مجرد فقير، ايه اللي خلى فضلهم عليا؟ وخلاص كان هيمشي. بتقوله ما تخليك قاعد هنا لفترة اطول، وبيقول ان هي دي فرصته انه يعرف عايزين منه ايه. وبتقول شياو ان قائدتها عايزة تقابلك، وبيضحك تيان وبيقابلها وبتعرف باسمها واسمها يوي لينج، وبتسلم عليه. واول ما بتسلم عليه بيحصل كهرباء، وبتقول له لوحة البيانات انه قدر ينسخ قدرتها. وبينصدم تيان وبيقول انها من مقر لينهاي، وبيقول لها انه مجرد شاب من العامة وملهوش صلة بالعائلات النبيلة. وبتقول له دلوقتي هفهمك كل حاجة، الهدف من دعوتي ليك هو اني اقدم ليك دعوة الانضمام للجناح القتالي. وبينصدم تيان وبيقول انا انضم للجناح القتالي؟ وبيرد وبيقول الجناح القتالي بتاعكم هو بالنسبة لي قوة عظيمة، وعرفت كده اول ما جيت، وحسب معرفتي فإن القوة العظيمة مش محتاجة أي مقاتلين أقوياء علشان عندها مقاتلين أقوياء كتير، وزي ما انتوا عارفين أنا محارب قتالي مبتدئ. فبترد وتقوله إن السبب اللي بيغلي العشاية بقوتها دي مش علشان محتاجين مقاتلين أقوياء أو موهوبين،
بل علشان دايما ما كنت عايزهم على طول كانت أينما لقيتهم. وبيقول تيان إن ده منطقي، وبيكمل وبيقول إنه مش مصدق إن بنت صغيرة تقول الكلام ده. البنت دي هي أحد مالكة أعظم القوى، وهي مش أختي الظريفة، وعمر ما أختي ما كانتش هتقول كده. وبيقول تيان إن دي فرصة عظيمة، ولكن لو انضم المجموعة بيكون الواحد مقيد ولازم يعمل قواعد المجموعة، ولو حد عرف بقوتي فهكون من الميتين أكيد، علشان كده هبقى لوحدي لبعض من الوقت. فبتقول له انت ليه متردد؟ وبيقول تيان انه من الصعب انه يرفض المره دي، وبيقول لها انه عايز يعيش حياته بامان ومش عايز اكون زيكم. فبتقول له انه مش لازم يقرر دلوقتي، وانها تصبر عليه وتستنى رايه. وبعد كده بيروح للاكاديميه وبيقول ايه هو المحارب القتالي وايه هي القدرات. هل فاكرين المحاربين دول مهمتهم الأصلية اللي جوا علشانها؟ مش المفروض المحاربين يكونوا بيحموا الوطن؟ وبنشوف ولاد صغيرين بيلعبوا كورة وبتيجي الكورة بالغلط للحارس وبيشوط له الكورة. وبيكمل تيان وبيقول طيب ليه بيستمروا في التكبر على الآخرين؟ والأسوأ من كده إنهم يكونوا أسوأ من الوحش ذات نفسه. وبيدوس الحارس على الكورة وبيفرقعها، والولد الصغير بيعيط وبيضحكوا عليه. وعلى الناحية التانية بيكون تيان واقف فوق السطح وبيقول إنه عايز يبقى أقوى، وبتقول له لوحة البيانات إن عملية النسخ اكتملت، هل أنت عايز تدمجها مع جسمك؟ وبيقول تيان إنه عايز يبقى أقوى. وبعد كده بيرجع للبيت وبيكون بيلبس، واخته بتكون متفاجئة من اللي قاله وإنه بقى محارب قتالي وبتفرح. وبيقعد على الكنبة وبيقول إن أخته في يوم هتكون محاربة قوية وعظيمة. وبعد كده بتقصله شعره وبيفتكر وهو صغير لما كان بتقصله شعره وبيكون متعور وبتعيط، وبتقول إنها تتمنى لو عندها قوة قنديل البحر والقوة دي تقدر تعالج الناس التانية. وبيكون تيان مش مصدق الكلام ده وإنه كلام في القصص الخيالية بس. وبيقول لها تيان إنه عارف إنها خايفة عليه، ولكن ممكن تتحقق أمنيتها لو أيقظ قوته الخارقة. في الوقت ده أنا جاهز إني أقولك إني أوعدك إني أحميكي. وبنرجع للحاضر وبيروح تيان يطلع الكتاب اللي اشتراه وبيدور على الوحش وبيلاقيه في الكتاب، وبيقول انه وحش مائي مفترس مكانه في بركة الموت، لو قدرت انسى قدرته هقدر اعالج نفسي بسهولة في المستقبل، وفي الوقت ده اختي مش هيسيبها اي اذى. وبيكمل وبيقول ان فقط المحارب اللي يقدر يستخدم طريقة الدمج دي اكيد مشكلة تبريد العظام، وبعد كده الدخول في مرحلة متأخرة في تبريد العضلات. لنجرب القيام بهذا كبداية، وفعلا بيجرب كده وبينصدم من النتيجة. وبيقول ان مفيش مقارنة حتى لو تضاعفت سرعة امتصاص سرعة التشي لو قارناها مع السابق. وبيمسك ازازة دم وبيشربها وبتضاعف قوته اضعاف المرات. وبيقول هو مصدوم ان زادت قوته 3 أضعاف عن السابق. دي فعلا حاجة عظيمة. انا هستمر في شرب الدماء والتدريب في البيت، ولما تنتهي المدة المتبقية هستعمل قوة النسخ وهروح على بركة الموت على طول. وبتقول له لوحة البيانات ان المدة المتبقية على استكمال مهارة نسخ القدرات 30 يوم. وبيقول تيان انه هيلاقي الاول الوحش قنديل البحر وبعد كده ينسخ مهارة العلاج بتاعته. وبيروح تيان للجناح القتالي وبيقول لشادو انه جه علشان يتسوق مش علشان ينضم، فبتدور له على الخريطة وبتديها له، واول ما بيشوفها بيفرح وبيقول انه هيقدر ينسخ مهارات كتيرة بسبب الخريطة دي، وبيشتريها وبيمشي وبينطلق بأقصى سرعة لبركة الموت وبيوصل وبتكون منطقة جبلية. وبيقول تيان انه يقدر ينسخ قدرات عظيمة من المكان ده. المناخ الغريب بيخلي الواحد يحس بخطر، ومرة واحدة بيتفاجأ تيان وبيحس ان في قتال قوي جدا وكان في اعصار، وبيقول ان دي فرصته وبيتحرك بسرعة كبيرة وبينط من الجبل وبيوصل للمكان وبيكون في ضوء ساطع. وبيقول تيان هو ايه ده؟ وبتظهر قوة مرعبة وراجل بيقول لقائد الجناح القتالي انها تحترس وان الوحش قادم. وبيكون تيان في حالة ذهول، وعلى الناحية التانية بيظهر وحش كبير وبيقول الراجل ان مفيش وقت علشان يهربوا، وبينقذ قائدة الجناح من الوحش. وبيقول تيان ان الوحش ده من مستوى مرتفع، والمستوى المرتفع ده اقوى حاجة، وتيان بيبقى خايف ومصدوم في نفس الوقت. وبيقول ايه اللي بيجيب وحش مفترس مستوى مرتفع لهنا، والراجل بيبعدها وبيكون خايفة. وبيقول الراجل وهو مصدوم ان الوحوش وراهم، وبيظهر وحش من ورا البنت. وبيقول تيان انهم هيموتوا لو ما اتحركش، وبيتحرك ليهم وبيروح للبنت والوحش بيجي وراها. وبيقول لها الراجل انها تحذر من الوحش وبتنط ليه وبتستخدم قوتها واسمها الفن السري، وبيتحول لون شعرها، وكمان بيظهر سلاح وبتفعل المهارة بشكل كامل. وبيجري الوحش ليها وبتنط عليه وبتقدر تقسمه نصين وبتموته، وبتكون لون عينها اتغير اكنها مش هي. وعلى ناحية تانية بيكون تيان بيقاتل الوحش القوي وبيرتفع للهواء وبيستخدم نفس مهارتها وبيقتل الوحش. وبنشوف قائدة الجناح وهي بتقتل في كل الوحوش، حرفيا قوة جبارة. وبيقول تيان انه محارب زيه ملهوش الحق انه يتدخل في قتال زي كده لانها اصلا مش محتاجاه. لو قارناه معاها فانا ما اقدرش اكون عدوها او حتى افكر اقتلها. وبعد كل قتلته من كتر التعب نامت.
وبيقول تيان هو ايه الموجود في الصندوق ده؟ ممكن يكون كنز، ولسه كان هيفتحه. بتوقف البنت وبتقوله انه ما يعملش كده وبتنام، وبيقول ان من الافضل انه يلاقي كهف قريب من هنا، وبياخدها وبيمشي. وفي الكهف بيقول تيان هي ليه ما صحيتش لحد دلوقتي، وبتصحى من النوم وبيقول لها ان بالصدفه شافها، وبتقول له انت اللي انقذتني، وبتشكره على انه انقذها، وبتقول له انه جريء علشان يقدر يجي لبركه الموت لوحده. وبتقول من جواها ان ده النوع اللي عايزاه، وانها تعمل مستحيل علشان ينضم للجناح القتالي. وبعد كده بتطلع ازازه وفيها حاجه، وبيقول لها انت منين جبتي حاجه زي دي؟ وبتقول له ان شكله مهتم بالحاجات دي، وانها بعد ما تشرب الازازه الشفائيه هتقول له كل حاجه. وبتشرب الازازه وبتعالج نفسها وبتنتهي من العلاج. وبتقول له انه مش كان عايز يعرف المكان اللي جابت منها الحاجات دي، وبتطلع صندوق، وبتقول له ان الصندوق البرونسي اكبر من الحقيبه بالرغم، ولسه ما كملتش. تيان بيقول لها ان الكيس غرض فضائي، وبتقول له قائده الجناح ايه رايك؟ هل عجبك؟ لو عايز تعرف المزيد لو انضممت فانا اوعدك باني هاخدك الى المتاجر واعرفك كل حاجه. وبيقول لها انه تعب وهينام دلوقتي. وتاني يوم الصبح بيصحى تيان ومش بيلاقي قائده الجناح، وبيلاقي صندوق فيه 10 دماء وحش و10 بطاقات، كل بطاقه فيها 1,000,000 قطعه ذهبيه. وبيقول تيان ان الحاجات دي بقت بتاعته، وان الحاجات دي تقدر تخليه ينتقل لعالم النخبه بسهوله. وبيشرب ازازه دم، وبعد 4 شهور بنشوف وحش ميت وازازه دم فاضيه. وتيان بقى قوي جدا، وشعره طول، وعينه لونها بقى احمر، وبنشوف قوته الجباره اللي ظهرت لاعلى السماء. وبيقول ان دي قوه نخبه المحاربين القتاليين الحقيقيه. وبيلبس الجاكيت، وبيقول انه هيبدا يصيد. وبعد كده بنشوف تيان وهو واقف وبيشوف قبور للوحوش. وبيقول تيان ان اكيد اللي عمل كده قائده الجناح، هي اللي قتلت كل الوحوش. وبيبص تيان وبيلاقي شمسيه، وبيقول تيان ان الشمسيه دي شافها مع قائده الجناح والراجل لما كانوا بيغوصوا لقاع البحر، وبيمسكها وبتكون في مطره وبيحطها في راسه، وبينصدم ان الميه ما بتجيش عليه، وبيفرح لانها عامله جدار حمايه علشان ما تدخلهوش اي ميه. وبيقول انه يقدر يغوص جوه الميه علشان يروح للبركه بكل سهوله، وبينطلق بسرعه للمكان وبينزل الميه. وبيقول ان كمان سرعته تحت الميه ارتفعت لما استخدم الشمسيه، وبيستخدم قوه الظل اللي خدها من قاتل الظل. ومرة واحدة بتظهر لوحة البيانات إن في نمر اخطبوطي رتبة مستواه رفيع. وبيقول تيان وهو متفاجئ المخلوق ده وحش كامل ورتبته متوسطة، وبيروح له تيان وبيطلع سلاحه وبضربة واحدة بيأذيه، وبيضرب الوحش بذيله، وبيتفادى تيان الضربة وبيضربه تاني، وتيان بيمسك في ديله وبيقدر ينسخ قوته وبيمشي. ومرة واحدة بيقف وما بيعرفش يتنفس وبيقع، واخيرا بتنجح العملية. وتيان بيقول انه اخيرا قدر يلاقي قوة وحش مستواه مرتفع. وفجأة دم الوحش بيجي على المظلة، وتيان بيتصف في ايده والمظلة بتقع. وبيقول ان المظلة اللي بتعزله عن الماء مش هتقدر تكمل اكتر من كده. ومرة واحدة تيان بيلاقي منظر بيصدمه، حرفيا لوحة البيانات بتقوله على الوحوش اللي قتلها، وبتكون وحوش كتيرة وكلها أقوياء. وبيقول إن في وحوش كتيرة هنا زي قنديل البحر، وإنه خلاص نجح على إنه يحصل على قوة علاجية، وإيده بتكون متصابة. وبيقول إنه دلوقتي هيهرب، وبيطلع من المية وبيلاقي وحش قنديل البحر، وبيستخدم قوة السرعة القصوى وبيمشي من المكان، وبيروح للكهف وبيقدر يرتاح شوية. وبتقول له لوحة البيانات إنه انتهى من نسخ القدرة العلاجية، هل عايز يدمجها؟ وبيكون حاسس بوجع شديد، وبيقول انه اتعود على كده. وبتنجح العملية وبتظهر بيانات تيان، قوة النسخ رتبة فوق المتوسطة، السرعة ابتدائية علشان لسه جديدة، السيف رتبة متوسطة، القوة العلاجية رتبة مرتفعة. وبيقول انه هيجرب قوته الجديدة، وبيبص لايده وبيقول ان سيف قنديل البحر مجرد لسعة منه كانت تقدر تقتل اي بشري. وبيجرب قوة العلاج الجديدة وبتتعالج ايده اللي فيها السم بكل سهولة. وبيجرب ايده وبيقول ان مفيش اي اعراض جانبية، ولكن لغاية دلوقتي قوتي بتركز بشكل اقوى على الدفاع اكتر من الهجوم. لو عايز اني اقدر اقاتل الاعداء الاقوياء فانا عايز قوة من نوع هجومي. وبيرجع للبيت وبيشوف الكتاب لو في اي وحش قوي، وبيفتكر وهو صغير انه شاف وحش مفترس مستواه منخفض في الدفاع ولكن في الهجوم معروف بقوته الجبارة، وهو وحش النمل الاسطوري. وبيكون معروف انه بيجي في اسراب، ولو اجتمع عدد كبير من النمل ده على حد حتى لو كان اعظم المحاربين فهيموت اكيد، وانه هيكون هدفه الجديد. وبعد كده بيروح للجناح القتالي وبيقول لشادو انه عايز جسم نملة كاملة، وبتقول له انه خلص وان هما ما معاهمش من النمل ده، ولكن عندهم معلومات عن النمل ده. عائلة لين هي عايزة تعمل تبادل تجاري مع عشيرة متوسطة، ولكن هناك العديد من الوحوش المفترسة وما فيهم النمل ده اللي بتبحث عنه. وبنعرف ان رجالة عائلة مو تم قتلهم، وطبعا احنا عارفين هو مين، وهم شاكين ان العشيرة هي اللي عملت كده. وبعد التحقيق اعتبروا اللي حصل سوء فهم، واتفقوا انهم يكونوا الوسيط اللي بسببهم هتتم المبادلة.
وبتديله بطاقة فيها المعلومات اللي يقدر يخليه يروح لهناك، وكمان يقدر يشارك، وإنه كان في الأصل مبعوث لقيادة الجناح. وفي قصر عائلة لين بيكون تيان واقف وبيقول إن دي حاجة متوقعة من عائلة لين، إنهم جهزوا 100 محارب وكلهم أقوياء وإنه لازم يحترس. وبيظهر واحد على المسرح واسمه مين غجي، وبيقول إنه بيرحب بالكل وبيشكرهم على مشاركتهم في مخطط التصفية. وبيكون أبو مو واقف من وراه هو وزعيم عائلة مو، وبيبص زعيم عائلة مو وأبو مو وشكل كده في حاجة، وبيقول تيان إنه هيقابلهم قريب وبيكون قصده على عائلة مو. ومرة واحدة تيان بيهجم على النمل وبيقدر يقتلها وبتقع على الأرض، وبيبص للنمل وبيحط إيده على النمل وبتحصل شحنة كهربائية، وبتقول له لوحة البيانات إنه نسخ قدرة النمل الهجومية. وبنشوف قوة تيان الهجومية الأسطورية اللي خدها من النمل وبيحرك إيده. بنكمل بقى الحكاية وبيقول مينغ الكل عارف ان قاعدة لينهاي صغيرة جدا وكمان الموارد محدودة، وعلشان كده صعب اننا نكفي احتياجات الكل، والتعاون مع قاعدة متوسطة الحجم هيجيب لنا فوائد مذهلة. علشان كده العملية دي مهمة جدا وكمان هتكون خطيرة، بس الجوائز هتكون اكتر قيمة من المهام اللي فاتت. وبيفرحوا كلهم وبيقولوا تحيا عائلة لين، تحيا عائلة لين. وبيقول تيان مش ده كابتن ذئب العاصفة؟ بفكر لو هو لسه فاكرني، يا ترى هو لسه فاكرني؟ وبيقول مينغ علشان تقطعوا الشك عني أنا لين مينغ وهأكد كلامي حالا. وبيقول أي حاجة تاخدوها خلال العملية هتكون ملككم بشكل كامل، وكله بيفرح. وبيكمل كلامه وبيقول بس استنوا لسه في كتير، عيلتنا جهزت جائزة تانية، كل من في عالم محارب عسكري هياخد 20 إزازة دماء وحش رتبة متوسطة و2 مليون عملة، ومحاربين النخبة هياخدوا 3 إزازات دماء وحش رتبة عالية و10 مليون عملة. وبيصرخ مينغ بصوت عالي سجلوا دلوقتي، بتمنى الكل يرجع فائز. وبيقف في طابور وبيدخل أول واحد وبيحط إيده على حجر التقييم علشان يعرف قوته، وبيقول له حجر التقييم انت مبتدأ متوسط، واللي بعده حط ايده. وبيقول تيان يو لينغ كانت محقة، انت مش محتاج انك تشتغل علشان العائلات القوية وخصوصا عائلة مو، لو اكتشفوا اني محارب نخبة ده هيجيب لي مشاكل غير ضرورية. اساسا كشف هذه الاداة هي القوة، لو استخدمت قوة اقل هتظهر رتبة اقل. وتيان بيحط ايده وبيقول تحكم فيها كويس، اديني رتبة محارب عسكري في مرحلة الذروة. وللتوضيح كده مرحلة الذروة معناها التدريب، وبيظهر له رتبة محارب عسكري في مرحلة الذروة. وبيقول قائد العشيرة هو ده محارب عسكري في مرحلة الذروة؟ الناس بيقولوا عليه محارب عسكري في مرحلة الذروة، ده مذهل وكمان شكله صغير. هل يمكن ان ده يكون عبقري من عائلة قوية علشان يوصل للمستوى القوي ده في العمر الصغير ده؟ دي موهبة مخيفة. وبيقول تيان انا بينت جزء بس من قوتي، بس انا لسه بجذب الانتباه. وبيقول القائد العباقرة الحقيقيين بيكتشفوا في مرحلة الشباب، بص العمر كده واحنا لسه محاربين عسكريين في المرحلة المتوسطة. وبيقول واحد في الفريق يا قائد هو مش ناقص شخص، ليه ما نخلوهوش ينضم لفريقنا؟ فبيرد عليه وبيقول له ان ده محارب عسكري في مرحلة الذروة، اكيد الكل عاوزه، لا هيختارنا احنا. فبيرد وبيقول له بص يا كابتن هو جاي ناحيتنا. وبيقول تيان مرض فترة يا كابتن ذئب العاصفة. وبيرد عليه الكابتن انت المبتدئ اللي انقذ البنت من الذئب القمر الفضي؟ مش معقول انت قدرت تبقى محارب عسكري في مرحلة الذروة اقل من سنة، ده حظ، انت كنت محظوظ جدا. فبيرد وبيقول له تيان وانا ممكن انضم لفريقك في المهمة دي؟ فبيرد عليه الكابتن انت مرحب بيك بالفعل. وبعد كده بيكونوا في المهمة، وبيقول القائد ان نطاق مهمتنا الخريطة بتقول ان مفيش غير الوحوش اللي من الرتب المنخفضة، بس خلي بالكم وما تتهوروش. بيقول تيان يا قائد في حاجة جاية ناحيتنا بسرعة كبيرة. بيرد القائد وبيقول اهدأوا كلكم انها وحش الرعراع. بيقول القائد انا هاخد المقدمة وانت خليك من ورا والباقي يقدم الدعم. بيرد تيان وبيقول له سيب كل حاجة عليا. وبيقول واحد في الفريق مش التضاريس دي بتديلهم أفضلية في الهجوم والتحرك؟ وبيرد عليه واحد تاني في الفريق وبيقول له أنا ما أعتقدش إنهم عاوزين يهجموا، أو لأ ممكن ما يكونوش يقدروا على ده من الأساس. وبيرد عليه الأول وبيقول له أنت تقصد إيه؟ وبيقول القائد ده ملهوش غير معنى واحد، وهي إن المنطقة دي مش بتاعتهم من الأصل، وهي الوحوش أقوى قاعدة في المكان ده. وبيقول واحد من الفريق وحوش أقوى ده يعني إننا الخمسة؟ بيرد عليه واحد تاني في الفريق وبيقول له ما تخافش إحنا عندنا محاربين في المرحلة الأخيرة من عالم المحارب القتالي، وكمان 3 الباقيين في المرحلة المتوسطة، مفيش حاجة نخاف منها. وبعد كده بيطلع القائد جهاز لاسلكي من جيبه وبيقول بصوا على ده. وبيقول واحد في الفريق مش ده أداة اتصال من مقر عائلة لين؟ بيرد عليه القائد وبيقول له أيوة كل قادة الفرق بيكون معاهم جهاز زي ده، وهو بيستعمل في الاتصالات الطائرة ولو حصل أي مكروه للفريق علشان يبعتوا لهم التعزيزات. وبعد كده بيمشي وفجأة القائد بيقول استنوا أنا حسيت بحاجة غريبة قريبة من هنا. بيرد عليه تيان هو
مفزوع، ده فوقنا تماما. وبتظهر لوحة البيانات وبتقول له نفذت الحالة، النوع سلالة السلمندر، قوته الخارقة سمة النار، المستوى القدرة منخفضة. وبيقول تيان انها قدرة نارية، وبيضرب عليه الوحش كرة نارية وبيهربوا منها، وبعدين الوحش بينزل قدامهم. وبيقول واحد من الفريق شكلنا كده هنتسلى شوية. وبيقول القائد لو حكمنا عليه من خلال نفسه دلوقتي فهو مجرد وحش ضعيف المستوى. وبيقول تيان هل هيبقوا بخير؟ بيرد القائد عليه وبيقول مفيش داعي للقلق، هو مجرد وحش صغير مستوى ضعيف. وبعدها بنسمعهم وهم بيقولوا احنا فزنا على الوحش. وبيكون واحد قاعد على الوحش وبيتأخر شوية، وبيقول لو كان في 2 أو 3 من الوحوش ده مش هيكون حاجة متعبة ان نهزمهم. وفجأة كرة نارية بتضرب عليه من وراه، بس تيان بينقذه على اخر لحظة. وبيقول القائد الوضع هنا هو لسه في كتير منه هنا. وبيرد عليه واحد من الفريق وبيقول له دي نفس قدرة النيران، اكيد دي وحوش من نفس سلالة الوحش. وبيقول تيان شكل الوضع لسه مخلصش وبتظهر وحوش كتيرة. وبيقول القائد لكل الفرق الموجودة في المكان احنا في خطر، عايزين دعم. وبيقفلوا في وشه وبيتعصب القائد. وبيقول واحد في الفريق انهم ما عندهمش اي حاجة علشان يهتموا ليهم او حتى يفتكروا ناس زينا. وبيقول القائد وهو مصدوم انا كنت فاكر اني شغال مع الناس المناسبين. وبيكسر التليفون وبيمسك السيف وبيقول انه هيتحمل مسؤولية. وبيقول واحد في فريقه انت بتقول كده عشان بتعتبرني اخوك؟ فبيرد وبيقول له ان اسمع الاوامر. وبيهرب واحد في الفريق وبيروح لتيان وبيقول له انه موهوب وانه للاسف انه هيموت هنا، انا بتمناك انك تاخد الفريق وتهرب. وبيضحك تيان وبيقول انتم المفروض انكم تهربوا مش انا، علشان انا رايح لهم مش علشان ههرب. وبتكون قوة تيان باينة انها بقت اسطورية. وبينصدم القائد وبيقول مستحيل، دي قوة نخبة المحاربين، هو كان بيخبي قوته كل الفترة دي. وبينصدم الفريق كله وبيضرب الوحش عليه كرة نارية. وبيقولوا انه ما كانش عايز يظهر قوته الحقيقية، هو ده اللي كان فاكره في الاول صح. وبيصد ضربته بكل سهولة. وبيكمل وبيقول ولكن انا ما عملتش حاجة في الوقت ده. وبينط الوحش وبيقتل اول وحش. وبيقول ان ده احسن قرار علشان يحمي الفريق، وانه لو ما كانش عمل كده كان هيبقى خبيث. وبيهجم عليه الوحش وبينط من فوقيه وبيضربه بكرات نارية. وبيكمل وبيقول ان حتى لو حصلت له مشاكل فهو خلاص عمل كده. وبيضرب العمارة وبتقع على الوحوش وبتعمل انفجار كبير وبتقتلهم. وبينط وبيكون لسه في وحوش تانية وبيستخدم قوة الظل وبيضربهم بالسيف وبيقعد يضرب فيهم في كل حتة والوحوش بيقعوا على الارض. والقائد بيكون مصدوم وبيقول انه قوي جدا وان دي اكيد جزء من قوته. وبيقول تيان انه هيكمل طريقه بكره، هل هتيجوا معايا ولا لا؟ هي دي نهاية رحلتي معاكم. فبيقولوا القائد انهم بدأوا معاه وهيكملوا معاه. وبعد كده بيشكروا على ان تيان جابهم للمكان ده. وتيان بيرد عليه وبيقول له انه هيمشي دلوقتي وشوية وهيرجع لهم. وبيقول واحد من الفريق للقائد احنا ازاي نساعد تيان؟ فبيرد وبيقول ان بقوته دي مش محتاج مساعدة. وبيقول تيان انه عايز يلاقي فرصة عشان يقدر ينسخ قدرة قوية. وبعد كده بنشوف تيان وبيقول ان الريحة وحشة وبيوصل للمكان وبيقول هو ايه ده، وبينط بسرعة عشان المكان اتدمر. ومرة واحدة الوحش بيضربه وبيقع وبيتحرك ليه والوحش بيضربه تاني وبيقدر يصد ضربته. وبنشوف ان تيان واقف قدام الوحش وان الوحش قوي جدا وكبير. وبيضحك تيان وبيقول انه هيساعده عشان يختبر قوته العلاجية. والوحش بيتعصب منه وبيضربه بكرة نارية. وبعد كده بنشوف القائد وهو بيقول انه يتمنى ان تيان يكون بخير. وعلى الناحية التانية بنشوف تيان وهو فرحان والتيشيرت بيكون متقطع. وبيقولوا انه كان متوقع كده من وحش وحيد القرن ولكنه عايز القتال يكون اكثر حماس. وبيضرب وحش وحيد القرن ضربة قوية ولكن المرة دي ما بيصدهاش بل بيقف وما بيتحركش علشان يجرب قوته. وفعلا بيتعالج جسمه كله وبيكون تيان ظهر قوته وبيبص بعينه للوحش. ومرة واحدة بيتوجه للوحش وبيقف قدامه والوحش بيضربه وبيعمل انفجار كبير. وبنشوف سكينة وتيان بيكون قاعد على الوحش وبيقولوا انه فاز على الوحش. وبعد كده بيرجع للفريق وبيلبس تيشيرت وبيقول للقائد هو احنا نعمل ايه بالغنايم؟ هي من حقك انت. وبيقول له تيان انها خلاص بتاعتهم وانه مش عايزهم. وبينصدموا ان الوحش كبير جدا وبيقولوا انهم ما يقدروش يجيبوا غنيمه زي دي قبل كده. وبيقول لهم تيان انهم ما يلاقوش وانه قتل زعيم كل الوحوش. وبيقول لهم انه رايح للمكان اللي فيه النمل اللي بيدور عليه. وبيتحرك تيان لمكان النمل وبيفتكر ان القائد قال له انه موهوب ولكن مع ذلك انه لو دخل لمكان النمل ده فحتى لو جه اقوى محارب فمش هيقدر ينقذه. وبيوصل تيان لمكان النمل وبيقول ان دي عيله مو وان دي عيله لين. وبيلاحظوا راجل غريب وبيخلي رجالته تهجم عليه وبيقول له انت مين؟ فبيقول له انه محارب وانه جاي علشان ينضم معاهم. وبيقول الراجل غريب انه زي محارب من النخبه ومحدش عارفه، اكيد ده من عيله قويه. فكله بينكر انهم من عيلتهم. ورئيس عائله لين بيقولوا انه من عيلتهم. وتيان بيضحك وبيقول ان اول ما عرف انه محارب من النخبه بقى خلاص من عيلته. وبيفرح رئيس عائله لين وبيقول انه ليه محارب من النخبه وانه خلاص بقى معاه.
وبتوصل قادة الجناح وبتقول ان تيان هيبقى وافي وينضم ليهم. وبعد كده بيتحركوا لمكان النمل، ومره واحده بيقف الراجل غريب وبيظهر راجل وبيقول له ان التشكيله اكتملت وان الكل يستعد. وبيوصل لمكان النمل وبيقول تيان ان اخيرا شافه، وبيقول له راجل غريب ان الكل يرجع. ومره واحده بيستخدم قدرته والكل بينصدم من قوه المصفوفات، وبيقول تيان انه هيتعلم مصفوفات. وحتى قادة الجناح بتكون مصدومه من قوتها وبتنفجر الارض، والارض بتتفتح منها فتحات وكله بيجري المكان. وبيقول تيان انه لو ملقاش جسم نمله كامله مش هيقدر ينسخ قدرات النمل. وعلى الناحيه التانيه الارض بتكون مفتوحه وبينصدم الراجل من اللي شافه، وفي الظلام بتظهر نمله كبيره وبتنط ليه وبتقتله في ثواني. والكل بيكون مصدوم من النمل وبتزعق فيهم لدرجه ان عيله مو بتكون مصدومه. وتيان بيضحك وبنشوف النمل الكتير اللي طلع من الحفره، وبيقول راجل غريب انهم يستعدوا للقتال. قائد عيله لين بيقول لهم انهم يجوا معاه، وبنشوف ان كل الناس هجمت على النمل. ومره واحده تيان بيهجم على النمل وبيقدر يقتلها، وبتقع على الارض وبيبص للنمل وبيحط ايده على النمل وبتحصل شحنه كهربائيه، وبتقول له لوحه البيانات انه نسخ قدره النمل الهجوميه. وبنشوف قوه تيان الهجوميه الاسطوريه اللي خدها من النمل وبيحرك ايده، وبتقول له لوحه البيانات ان تم نسخ القوه. وبيقول تيان انه مش هيقدر يدمج في المكان ده وانه لازم يروح لمكان امن، وبيتحرك بسرعه وبتظهر نملتين وبيستخدم قوه الظل وبيقدر يقتلهم. وفجاه كله بيهرب، وفي حاجه ظهر خوفي كله لدرجه ان الراجل غريب خاف وترعب. ومره واحده بتظهر حاجه وبيقول له الراجل غريب ان دي النمله ملكه النمل وقوتها عاليه جدا. وبيهرب رئيس عائله مو وابو مو وكله بدا بالهرب. وبيكمل وبيقول ان النمل ده قوه جباره وقوه هجوميه كبيره تقدر انها تقتل سيف فنون قتاليه. انت لسه ما شفتش ان اعداد كبيره من المحاربين العظماء هربوا. وعلى الناحيه الثانيه النمله بتاكل في الناس، وبيكون في راجل هيهرب وما بيقدرش يتحرك، وبيقول ان الهواء بقى تقيل وانه مش عارف يتنفس وبيقع على الارض. وعلى الناحيه الثانيه تيان بيكون بيهرب وبيوصل للمكان اللي هيعمل اندماج فيه وبيقعد، وبتقول له لوحه البيانات ان تم نسخ قوه النمل، هل عايز يدمجها مع قوته؟ فبيختار نعم، وبيحس بقوه النمل الجباره. وبيقول ان في وجود الشخصيات القويه ما بيقدرش غير اللي عندهم القوه المطلقه قتالهم. وبعد كده تيان بيرجع للبيت وبيقول انه حصل على قوه النمل اللي من الرتبه المرتفعه واللي تعادل 10 مرات ما كنت عليه. ممكن اكون محارب من النخبه، ولكني في الحقيقه قوتي تبلغ محارب عظيم. وبعدها بيجي له القائد بيتكلموا شويه وبيقول له انه سمع ان مات ازيد من 50 محارب من النخبه. ومش كده وبس، لا ده كمان 3 من المحاربين العظماء ماتوا. ولكن اخر اللي حصل انهم بعتوا سيد المحاربين واقواهم. وبيقول تيان ان ده معناه حاجه واحده بس، ان طريق النقل التجاري اتفتح. فبيقول له ايوه، ولكن محدش عارف هم عايزين ايه. وبعد كده بيودعوا وبيظهر لتيان خادم بيقول له ان اسمه مو يوان، وانه خادم من عائله مو مرموقه، وان زعيم عائله مو بعت له دعوه بكره انهم يتعشوا معاهم. فبيتاسف انه مش هيقدر يعمل كده، فبيتعصب منه وبيقول له ان محدش قبل كده رفض دعوه منهم. وبيروح لتيان وبيقول له انه بينصحه يقبل الدعوه وينفذ اللي بيطلبوه منه. فتيان بيتعصب وبيبعد ايده وبيضربه وبيقول له خادم انه هيقتله. وبيقول تيان انه القدره الهجوميه مرعبه وانه ما استخدمش غير 30% بس من قوته، ولكن مع كده اتكسرت ايده. وعلى الناحيه الثانيه بيكون الخادم متعصب. فيا ترى ايه اللي هيحصل مع تيان؟ انتظرونا في الجزء الخامس والاخير من حكايه تيان. راجل عجوز بيزعل على ابنه وبيموت بين ايديه وبيتعصب جدا وبيقول ازاي تجرؤ على قتل ابني، انا هخلص عليك. وبيهجم على تيان بكل قوته وبيضربه. بيتفادى تيان الضربه وبيقول له تجهز للموت. وبيكمل وبيقول انا هحولك لتراب، وكله ده مش هيطفي النار اللي جوايا. وبنكمل بقى الحكايه في مقر عائله مو. وبيوصل الخادم وبيقول ان انا دعيت تيان وعملته باحترام زي ما انت قلت لي، ولكن اول ما عرف ان انا من عائله مو قال لي امشي وضربني كمان. مش بس كده، لا ده كمان قطع رساله الدعوه اللي انت بعتني بيها. فبيتعصب جدا وبيقول انه حقير وانه ازاي يجرى على كده. وبيقول للخادم امشي وبيمشي وبيدي الدواء لباباه. وبيقول له باباه ان هو هيموت قريب لانه استعمل تقنيه سريه ضد ملكه النمل، وده اللي ادى الى ارهاق جسده. وبيقول ان هو لما يموت عائله مو هتفقد جزء كبير من قوتها. وبيقول له ابنه ان اكيد تيان منتظر دعوه من منافسينا زي عائله لين، وبيقول ان احنا لازم نسرق تيان منهم باي طريقه. بيقول له باباه طالما الدعوه ما جابتش مع تيان فايده فلازم نخطفه. وبيقول له ابنه حتى لو احنا خطفناه ازاي هنخليه انه يبذل كل جهوده في سبيل عيلتنا. فبيرد وبيقول له باباه باستعمال هذه
الجوعة هنخليه كلب مطيع. فبيقول له ان الجوعة دي تقدر انها تزيل حكم الروح، وبيقول رئيس عائلة مو ان هو هيزيل حكم روحه، وبعدها هيغسل له دماغه وهيقول له ان هو ابنه الشرعي واسمه مو وابنه بيضحك. وبيقول رئيس عائلة مو ما يتخافش، مش هياخد منصب رئيس العيلة. فبيرد بيقول لابنه كل الحكاية ان انا خايف على سمعتك قدام الناس. وبعدها بنشوف مجموعة من المحاربين وهم رايحين لبيت تيان، واحد منهم بيدخل في بيته وبيتكلم المحاربين اللي بره وبيقول ليهم خليكم معانا عشان لو حصل اي حاجة، وخطتهم انهم يخطفوا اخت تيان وتيان يستسلم. وبيفتح باب الاوضة وبيشوف حد نايم في السرير وبيقول ان تم تأكيد الهدف، لكن فجأة بيطلع تيان وبيشيل الغطا مرة واحدة وبيمسك المحارب من رقبته وبيقول له تيان اتأخرتوا كده ليه؟ انا كنت مستنيكم من زمان. وفجأة حد بيكلم المحاربين عن طريق السماعة، لكن تيان بياخدها وبيقول انا قبضت على المحارب ده. وبيقول له قائد المحاربين مين انت؟ وعلى طول تيان بيرمي المحارب من فوق السور وبيروح قائد المحاربين علشان يطمن عليه، ولكنه بيكون مات. وبيحذرهم القائد وبيقول لهم ان شكل تيان طلب المساعدة، وبيطلعوا على سطح تيان علشان يشوفوه، لكن مش بيلاقوا اي حاجة. ولكن فجأة تيان بيهجم عليهم وبيقتل اول واحد، وبيقول تيان لقد سقط التاني. وبيعرف الكل ان الشخص ده احد مختلين الظل، وان تيان اجر مختال ظل علشان يدافع عنه، والمحاربين كلهم اتفرقوا، ولكن تيان مش هيسيبهم. بعد كده تيان بيروح عند اول اتنين وبيقتل واحد بينزل على تيان من فوقه وبيقطع عليه راسه، وواحد من بعيد بيقول للمحاربين ايه الاخبار ردوا لو انتم سامعيني، وبينط من الشباك وبينزل على الارض وبيحاسبوه من كل مكان، وبيقول قائدهم اقبضوا عليه. وتيان بيستعمل قوته الجديده وبيصد الهجمات لدرجه انه صد ضربتين في نفس الوقت، وبينصدموا كلهم من قوه تيان. وتيان بيهجم عليهم وبيوقعهم على الارض، وتيان بيروح لواحد وبيقول له انت والد مو؟ فبيقول له ايوه. فبيرد ويقول تيان هقول لك على سر، انا قتلت ابنك. فبيرد وبيقول له مفيش مشكله، اكيد ان العاق ازعجك ايها اللورد تيان. وبيقول له انا هديك فلوس لو سبتني اعيش. فبيرد وبيقول له تيان اسف مش هقدر اعمل كده، وبيقتله وبيقول انا بقطع الاعشاب من جذوعها عشان ما تتزرعش تاني. وبيمشي تيان، وفي القصر ابو اللي قتله تيان بينادي عليه وبيقول له هما ليه اتاخروا قوي؟ فبيرد وبيقول له ما تخافش، تلاقيهم جايين في الطريق وهما بيتكلموا. تيان بيضرب عليهم سهم وبينصدم وبيقول له ايه اللي جابك؟ فين الشيوخ العشرة؟ فبيرد وبيقول له تيان ما تخافش انا هخليك تحصلهم. بيقول له هو مصدوم اللي قلته، وتيان بينطلق عليه بسرعة كبيرة وبيجرحه جرح عميق، وراجل عجوز بيزعل على ابنه وبيموت بين ايديه وبيتعصب جدا وبيقول ازاي تجرؤ على قتل ابني؟ انا هخلص عليك. وبيهجم على تيان بكل قوته وبيضربه. بيتفادى تيان الضربة وبيقول له تجهز للموت، وبيكمل وبيقول انا هحولك لتراب، وكله ده مش هيطفي النار اللي جوايا. والانذار بيشتغل والحراس بينطلقوا وبيقولوا احموا السلم والقصر كله. وتيان بيتعصب وبيقول عيله زباله، وبيقول الجد اقتلوه. والحراس بينطلقوا عليه لكن مش بيقدروا على تيان. وتيان بيستخدم موهبه الظل وبيخلص على عدد كبير منهم. ورئيس عائله مو بينصدم وبيقول ازاي قدر يستخدم مهارات لناس عظماء. وتيان بينطلق عليه وبيقول له انت مغرور جدا. وفي ناس بتشوف القتال وبيقولوا ان ده قتال عظيم، وواحد من الناس بيقول اروح اشوف ايه اللي بيحصل. احنا تيان ولسه بيحارب رئيس عائلة مو وبيهرب، وتيان بيجري وراه وبيقول له مفيش ممر، وحرفيا بيكون مصدوم وبيقع على الارض وبيتصاب. وتيان بيقول له دي نهاية عائلة مو، اجتمعوا في الموت. وبيقول له راجل امان عليك سيبني وهعطيك كل كنوزي وذهبي كمان. وتيان بيقول له وريني اللي عندك، وبيطلع كوره وبيقول له خدها، والكوره بتنفجر بتيان. وتيان بينزل على الارض وبيقول ده متوقع من عيلة مو الخاينه. وراجل بيضحك وبيقول في سم قاتل، وبيقول له انا اللي هموتك يا تيان. وتيان بيستخدم قوه الشفاء وبيعالج نفسه، وراجل بينصدم بيقول له ازاي عندك كل القوه دي؟ وتيان مش بيرد عليه وبيخلص عليه في ثواني. وبعد كده بيروح لشخص قاعد وبيقول انت هيعود تيان، هو انا جليس اطفال ولا ايه؟ وتيان بيوصل والراجل بيقول اخيرا وصلت يا تيان، وبيشكو تيان على رعاية اخته. وبيقول له الراجل اخيرا رجعت، خلصت كل امورك ولا ايه؟ بيقول له تيان ايوه. بيقول له خلينا ننزل تحت، الجو بارد فوق السطح. وبينزلوا من فوق السطح. بيقول له انت هتعمل ايه بعد موت عيلة مو؟ فبيرد تيان وبيقول له انا عاوز اعلم اختي القوه. وبيستغرب وبيقول له طرق زي دي مش موجوده. تيان بيقول له ممكن بالتحسن اذا اشتريت معدات زي كده اللي بيستخدموه الناس الغنيه.
وبيقول له تعالى شوف اختك. بيشكو تيان المره التانية وبيروح وبيفتح الباب وبيلاقوها نايمه، وتيان بيقعد جنبها وبيصحيها وبتحضنه وبتقول له انا كنت خايفه عليك. وتيان بيقول لها ما تخافيش انا هبقى معاكي على طول. فبترد وبتقول له وهي حزينه انت بتكذب عليا، وبيوعدها. وبعد كده بنشوف ناس بتتدرب وبتقول عيلة مو تم القضاء عليها، مين الشخص القوي جدا اللي يقدر يعمل كده؟ والناس بتقول سيد عيلة لين الصغير وصل. وبيروحوا بيشوفوا رئيس عيلة مو وهو ميت، وبيقول ده كنز عيلة مو. وبيقول المحاربين هو ده اللي بيستخدموه في المواقف الصعبة. وبيقولوا هو ممكن الناب هو اللي عمل كده، ولا ممكن لما اقترحت نقابة الناب عمل الجسر بعت الجاسوس. اكيد هم عندهم وحش وهيتطور. بعد كده بيروح لتيان وبيفضي حاجه من الشنطه بتاعته، وبينصدم القائد واخته كمان. واخته بتقول له الاكسير ده حقيقي ولا لا؟ لازم ترجعه. فبيرد وبيقول لها ده حقيقي وانا بضمن ليكي كده. وبيقول لها خدي جربي، وبتجربه وبتقول له بيدي شعور رائع. وبيفرح تيان، بيقول لهم انه هيمشي لانه رايح غابة الالف عشان في حاجة هناك. اخته بتزعل تقول له خليك معايا، بيقول لها ما تخافيش، وبتقول له خلي بالك على نفسك. بعدها بنشوف شخص راكب موتوسيكل، ناس بتجري وراه، والقائد بيقول نقابة الناب وصلوا. وبيقول تيان هما بيتحركوا في نطاق واسع كده. يشوف الراجل وهو سايق الموتوسيكل وبيظهر القوة بتاعته. عنده قوة السيف من المستوى المتوسط، وعنده قوة عالية جدا، وعنده قوة مستواها عالي جدا. وبيقول تيان انها مهارة عالية. وبيكمل وبيقول انا عندي شعور سيء في الموضوع ده. بيقول لهم تيان ادخلوا انا لازم امشي دلوقتي. تيان على الناحية التانية بيستخدم سرعته الجبارة، طلق بأقصى سرعة، واخته بتقول له خلي بالك على نفسك. على الناحية التانية تيان بيدخل الغابة، وتيان بيقول دي بصمة النمر الاسود، لو لقيت النمر الاسود هقدر ازود سرعتي. وتيان بيسمع اصوات وبيقول في وحوش بالقاتل، لازم اشوف ايه اللي بيحصل. بيلاقي فعلا وحش الغوريلا بتتخانق مع النمور الذهبية. وبيقول تيان دول النمور الذهبية دول اقوى من النمور السوداء، عندهم قوة السرعة من الدرجة الأولى، وممكن الغوريلا تكون بقوة محارب عظيم برتبة الذروة. النمور دي من الصعب عليها إنها تهزم وحش الغوريلا. وبيقول تيان إزاي أقدر أنسخ قوة السرعة، وبيفكر وبيلاقي نمر ذهبي صغير جنبه. بيقول له عاوز إيه، وبيسمع صوت بنت خارج من النمر الصغير، وبيعرف يتكلم لغة البشر. بيقول له ايوه. فبيرد تيان وبيقول له انت لا عايزني ابقى سيدك. وبيقول له النمر لانك قوي. تظهر ليه قوة النمر الصغير، وعنده قوة تحمل من الدرجة الأولى، وبيعمل دمج معاه. وبعد كده تيان بيحارب الغوريلا، وتيان بيعمل كده علشان النمر الذهبي طلب منه ده. له قدرات الغوريلا، ده قدرة السرعة قوية، وقوتها الخارقة قوية جدا، وقوة الظل، وقوة الشفاء. وتيان بيقول أنا هركز على نقاط الضعف، وبيبدأ يهجم عليها وبيضربها في عيونها ومش بيخليها شايفة حاجة. وتيان بينزل على الأرض والنمور الذهبية بتتلم عليه، وفعلا بيقول لهم. وتيان بيقول لهم خدوا دي حبة علاجية كعربون محبة، بياخدوها. وبيقولوا النمر الصغير بابايا بيقولك انه عاوز واحدة كمان، وغوريلا بتقوم من مكانها. وكمان تيان بيقول اول مرة اعرف ان السرعة بتاعت النمور سرعة كبيرة جدا لدرجة ان انا مش مستحملها. والغوريلا بتمد ايدها عشان تمسكهم، تيان بيستخدم قوته وبينقذهم، والنمور شغالة تعض فيها، ولكن ولا كأنه عمل حاجة. تيان بيقول ان ده جسد قوي جدا، وواحد من النمور بيتحرك ليه بيكسر سنانه وبيخلص عليه. والنمر الصغير بيسأل تيان هل كسبنا ولا لأ؟ فبيقول له ايوه. والنمر بيقع، وتيان بيقول ده مصاب، ولكن لحسن الحظ اللي انا معايا جرعات علاجية ودلوقتي لازم استخدمها. وبيديها لها وبيقول لها ده بيشفي جسمك. والنمر الصغير بيشكوه، الام بتتعالج، وتيان بيفرح جدا، والنمور السوداء بتظهر. بيقول له خلي بالك هم دول اللي خلوا الغوريلا تظهر. وبيقول هم عاوزين يبقوا الحكام الجداد للغابة، ولكن ده مش هيحصل. وتيان بيستخدم قوته وبيقول لهم خطتكم هتنتهي هنا، وبيقتل واحد فيهم والتانيين بيهربوا. وبيقول لهم من الآن ده حاكمكم الجديد. وبيقول له النمر هي بتقول انها على ما يرام وعاوزه تديك هديه. وبيستغرب تيان قولوا الكهف. وبيقول تيان ده عشب روحي. قول له ايوه ودي هديتك يا تيان. وبيقول انا عاوز اعرف تاثيرها ازاي. والام بتكون حامل، وتيان بيقول لها ادفعي المولود ببطء، والمولود بيخرج من بطن امه. وبيقول لها حاكم جديد اهو. وبعد مرور شهر الزهره الروحيه بتكبر، بيقول الناس استوت، وتيان بياكلها
بيكون مش قادر وبيرجع وبيقول انا حاسس اني اكتسبت قوة روحية وعقلية كمان، ودي مش اي حد يستخدمها. وبيقول كويس، انا دلوقتي بقيت بحدد المواهب من بعد 50 متر، كمان دلوقتي اقدر انسخ المواهب عبر الهواء. اخت البيانات بتظهر له وبتقول له عايز تدمج مهارات التحمل، وتيان بيقول لا، وبيقول ان دي ملهاش فايده وانه رايح للبيت، والنمر الذهبي بيقول له انه جاي معاه وانه مش هيقدر يسيبه. هنا بقى نكون خلصنا حكايه تيان. طيب يا مازن خلاص كده الحكايه خلصت؟ والله يا جدعان انا ما اعرفش، هو اصلا منزلش وانا اللي لخصتهم، هو منزلش اصلا غير كده ال 46 فصل مترجم ومدبلج. ان شاء الله لو نزلت حاجات تانية هنلخصها على طول، وانتظرونا ان شاء الله في حكايه جامده جدا وهتبقى عامله زي حكايه تيان واحسن كمان ب1000 مره. فما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا للقناه، هانت على 10000، وما تنسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وسلام.